السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. هنعمل كده احلى سندوتشات بعيش التورتيلا، هنعملها بالفراخ في البيت. هنعملها معاكم من الالف الى الياء او من الاول الى الاخر، يعني كل حاجه هنعملها معاكم، انه فيديو كامل او كامل كله، يعني نعمل كله معاكم. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. معانا كده نص كيلو من الدقيق، نزلنا عليه بنص معلقه صغيره من الملح. معانا كده قطعة من الخميرة البيرة، ممكن تستبدليها بالخميرة الفورية. ننزل عليها بمعلقتين من السكر، ونبدأ ننزل عليهم بحوالي معلقتين 3 من المية، وندوب الخميرة والسكر كده في المية ونركنهم معانا على جنب ويكونوا جاهزين. معانا كده هنبدأ الدقيق، طبعا ضفنا عليه حبة من الماء أو نص معلقة صغيرة من الملح، وهنبدأ نقلبه كده في الدقيق، وهننزل بالمية كده واحدة واحدة. بس هتبدأي الأول بالمية اللي انت مدوبة فيها الخميرة بالسكر، وهتبدأي تعجني مع العجينة معاكي، وهتضيفي المية واحدة واحدة. يعني مش تضيفيش كل المية مرة واحدة، عشان طبعا كل دقيق بيختلف عن النوع التاني. هما حوالي كوبايتين ونص أو 3 إلا ربع، خدوا معانا كوباية من المية. بس عشان البنت اللي بتعجن مع عندي كده وبتزورني، فعجنت معايا او عجنت بدالي، وبدات هي تتصور في العجينه مع بدالي. عجنتها كده وبتحب تنزل بالعجينه على الرخامه وتبدا تعجنها حلو كده. احنا دارين طبعا على ان بعجن العجين في الطبق اللي انا فيه، لان داري على كده يعني من وانا صغيره. وهتبدأ ننزل بالزيت على العجينة، ونبدأ نعجنها كده لحد العجينة ما تكون معانا متماسكة وحلوة، وتشرب الزيت معانا، وتكون معانا طرية بس ما متلزقش في الإيد. العجينة تكون معايا طرية. دهن زيت خفيفة كده في قعر الطبق، وتبدأي تحطي فيها العجينة وتسيبيها تخمر معاكي. أنا مش عايزاها تخمر كتير، بس لأن عايزاها بس إيه، تخمر معاكي. يا دوبك خمرت كده وجبتها انا قطعتها، وبالطريقه دي نكورها يعني تقطعي العجينه او تكوريها كده قطع صغيره. حاولي القطعه ما تكونش كبيره، لان طبعا العيش معانا بيكون رقيق، فحاولي تكون القطعه صغيره. وهنبدأ كده رش الدقيق بالمنخل كده، ونبدأ ندخلها على الصينية كده، وتفردي الدقيق على الصينية. بتكون الطريقة دي أو على خشبة أو على الرخامة على الترابيزة اللي موجودة عندك أنت بتعملي عليه. بنكور كده العجينة قد الليمونة الكبيرة، مش أكتر من كده. حاولي تقللي بس عشان رغيف العيش بيكون معاكي رقيق، لأن احنا مش عايزين ينتفخ معانا. ونبدأ كده نكور العجينة بالطريقة دي، ونكورها نحطها كده على الدقيق. وبعد كده بنكور كل الكمية أو نقطعها بالطريقة دي، هنغطيها ونسيبها بس ترتاح معانا حوالي 10 دقايق. بس نبدأ إيه، نبدأ نشتغل فيها. ركناها كده على جنب، وهنبدأ نجهز معانا الحاجات اللي هنستخدم. نبدأ كده بالفراخ. جبنا طبعا الفراخ كده غسلناها ونضفناها، وعملنا كل المطلوب فيها، وعملناها ونضفناها معانا. ونبدأ نعمل الصدور كده شرايح رقيقة، ونبدأ نقطع بالطريقة دي. حاولي تكون السكينة يعني تكون حامية معاكي شوية، بس هتقدري تقطعها حلو، وتكون بالسمك ده ورقيقة. أنا مش عايزاها تخينة، أنا عايزاها تكون رقيقة بحيث يعني تستوي ما تاخدش وقت على النار، وتكون جاهزة معانا. هنقطع كل الكمية بنفس الطريقة كده، ونبدأ نجهز معانا التتبيلة معانا واحدة واحدة كده. معانا البهارات اللي هنضيفها. معانا توم باودر، بصل باودر، ومعانا ملح، بابريكا، فلفل اسمر، 7 بهارات، بهارات فراخ، وكركم معانا. وكل حاجه تكون جاهزه معانا، او عايزه تضيفي حاجات تانية او تقللي، فده يرجع ليكي واللي انت بتحبيه. معانا صويا صوص وخل التفاح، ومعانا طبعا ليمون، معانا معلقتين 3 من اللبن، معانا عسل ابيض، ومعانا خل. كل كده التتبيلة اللي احنا نتبل بيها الفراخ هنكون جهزناها معانا طبق كده او بولة اللي هتقدر تنزل بيه. وهنزل بالبهارات اللي احنا قلناها بصويا صوص وخل التفاح. وهنبدأ كده ننزل بالخل واللبن. كل الإضافات دي هنضيفها كده في الطبق، ونقلبها معانا بالمعلقة أو بالمضرب، يكون معانا جاهز كده. وتجهزيها كل حاجة، وطبعا عصير الليمون، كل حاجة بتكوني مجهزاها. وبتبدأي تتبلي الفراخ الأول عشان تركنيها على جنب كده، وتكون ايه، تشرب من التتبيلة. تاخد لها ساعة ساعتين حسب الوقت، بس بتحطوها في التلاجة لأن الجو حر. معانا كده عصير الليمونتين اللي احنا عصرناهم معانا، وهنخفقهم ونقلبهم كده بالمعلقة، وهننزل بالقطع الفراخ في التتبيلة اللي احنا مجهزينها. وهنبدأ نقلبها ونسيبها كده معانا حبة. بس تحاولي تحطيها في التلاجة، لأن طبعا احنا قلنا الجو حر، فما تسيبيش أي حاجة بره. حطها في التلاجة كده لمدة ساعتين أو 3، وتسيبيها تدبل معانا. نبدأ كده نعمل معانا صوص المايونيز والتومية بطريقة سهلة وبسيطة، مكونات بسيطة، بحيث احنا قلنا هنعمل معاكم حاجات اقتصادية على قد ما نقدر. هندوبها على البرد، وبعد كده حطيناها على النار لحد ما يجمد معانا بالطريقة دي واستوى زي اللي مهلبية كده. ونبدأ نلمها كده ونسيبها ونفضيها في طبق ونسيبها تبرد معانا.
بعد ما ركناها وسبناها على جنب بدأت كده أقطع العيش معانا. عشان بس إيه نفرده. أنا هقطع العيش أو هفرده بالطريقة دي بالفرادة أو المردنة أو النشابة اللي أنت هتعملي بيها، وهتبدي تفردي العيش. أنا عايزة العيش يكون سمكه رقيق جدا، يعني على قد ما تقدري، لأن أنا مش عايزاه ينفش معانا. أنا عايزة عيش مفهوش أي يعني حاجات ترتفع فيه. نبدأ كده نفرد معانا بالطريقة دي ونخلص كل الكمية بنفس الطريقة. أنا وريتكم الحجم، بس حاولي تنضفي أي دقيقة عليه. وهنقطع هنقطعه كده أو نفرده. هنحطه على حاجة كبيرة أو على قماشة، وتخلصي كل الكمية تقطيع بحيث تقدري تسوي، لأنه ما بياخدش تسوية الوقت. يعني ممكن تحطي طاستين على النار وتسوي فيها، ما ياخدش معاكي 10 دقايق بالكتير بيكون استوى، لأن احنا بنسويه على نار متوسطة، فبكون معانا العيش يكون جاهز. نبدأ نخلص كل الكمية بنفس الطريقة كده واخلصها، ويكون ايه فردتها معايا، وتكون ايه جاهزة معانا. في الوقت ده بنتي بتحضر كل حاجة، وهنبدأ نخلصه طبعا لأن الحاجات ديت بتاخد وقت، ولازم يكون معاكي حد معاكي، أو يعني حد معاكي يقدر يساعد معاكي، لأن الحاجات بتاخد وقت. ممكن لو انت لوحدك هتجهزيها قبلها بيوم، أو ممكن تبدأي فيها من الصبح واحدة واحدة كده. طاستين على النار كده وبدأت تسوي كده بنفس الطريقة. هنسوي العيش كده ونركنه معانا، واللي هنسويه هنركنه كده في قماشة ونغلفه كده ونسيبه يكون طري معانا. أنا عايزة العيش يكون طري، وهنبدأ نحطه كده ونلف كده. أنا قلت هنشغل طاستين على النار بحيث مش هياخد وقت. يعني زي ما انتم شايفين كده بنحطه ونقلب على طول. انا مش عايزه العيش يقب معانا او ينتفخ معانا، انا عايزه العيش يكون كده ما فيهوش اي انتفاخات او اي ارتفاعات، اي مسميات اللي انتوا هتسموها. نبدا كده نقلب من جهه لجهه، من جهه لجهه لحد ما يستوي معانا ويكون ايه معانا جاهز. حاولي ما تعليش النار قوي، لان ممكن لو عليت النار عليه ممكن ياخد لون ويكون ما استواش. لا، نحاول النار تكون متوسطه، لا تقللي ولا تعلي كتير. هنطلع كده بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده. طاستين على النار مش هياخد معاكي 10 دقايق بالكتير، هتكوني سويتيه بحيث ما تتعبيش في الوقت. وهنزل كده بكام رغيف، وعملنا معاكم كده كام رغيف بنفس الطريقة. وهنخلص كل الكمية وهنلفتها كده في قماشة ودهنها. معانا كده الحاجات اللي هنعمل بيها المايونيز والتومية. طبعا معانا كده فص ثوم، معانا الليمون، معانا ملح، معانا خل، معانا زيت. يعني كل المكونات هتكون معانا جاهزة. نزلنا كده بالخل، ونزلنا بحبة من السكر وحبة من الملح، وهنزل كده بعصير كام ليمونة معانا بالطريقة دي. الليمون طبعا هيتقسم لان الحاجه هتتقسم على نصين. طبعا احنا هنعمل مايونيز بدون بيض للي ما بيحبش البيض. هنخفق ده كله في الخلاط معانا، وبعد كده هننزل بالنشا اللي احنا عملناه وبعد ما برد، وهنبدا نخفقه في الخلاط. في الوقت ده انا ما ضفتش الزيت، انا خفقته كده كله معانا وجاهز. هنزل عليه بكميه حوالي تلتين الكميه، لان طبعا الكميه الباقيه هنضيفها للتوميه. نزلنا كده وهنضيف واحدة واحدة لحد ما يكون معانا القوام متماسك بنفس الطريقة. وهنكون كده عملنا أحلى مايونيز في البيت، وهتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات اقتصادية للي مش بيحب البيض، أو لو الظروف انتي معاكي مش سامحة تجيبي بيض، فاحنا بنعمله بحاجات بسيطة، بحاجة يعني قليلة بس مش أكتر من معلقة نشا. خدنا نص الكمية عملناها مايونيز، ومعانا كده 3 فصوص من الثوم هرسناهم، وهنبدأ نخفقهم في الخلاط. وبعد كده هنضيف عليهم كمية الزيت الباقية اللي حوالي تلت الكوباية. احنا كانت تلات أرباع الكوباية كان معانا، احنا مش خدنا كوباية كاملة. وانزل بالكمية الباقية ونخفقها في الخلاط، وتكوني كده جهزتي أحلى تومية سريعة مش هتاخد منك وقت، بحاجات اقتصادية عملناها مش هتكلفك كتير. احنا قلنا من الأول هنعمل حاجات اقتصادية في الفيديو ده. كده جهزنا طبقين مايونيز وطبقين تومية معانا. طاسة كده على النار بعد الفراخ كده ما شربت من التتبيلة وكل حاجة جهزناها، هنبدأ نشوح الفراخ. طبعا احنا قلنا لازم التتبيلة على الأقل حاجة ساعتين، فاحنا عملناها في الأول وركناها معانا في التلاجة تشرب من التتبيلة معانا. طاسة كده ننزل فيها بزبدة، زيت، سمنة على حسب إمكانياتك أو اللي موجود في البيت. وهننزل بالفراخ. طبعا أنا في الوقت ده معلية النار، لأن أنا مش عايزة الفراخ تنزل ميتها، أنا عايزة تكون النار عالية بحيث الفراخ تستوي والمية موجودة فيها. تبدأي كده في الطاسة وتكون كبيرة وتفرديها لحد ما تاخد معاكي لون بالطريقة دي. وبعد كده هنبدأ نقلبها. فردناها زي ما انت شايفة كده في الطاسة، وتكوني مفرودة معانا، ونسيبها كده حوالي 5 دقايق بتبدأ تاخد لون معانا. وبعد كده هنبدأ نقلبها بالمعلقة. الوقت ده حاولي بقى تهدي النار شوية، بس عشان ايه يعني ما تكونش عالية عليه. حاولي ايه هديها شوية. وهنبدأ كده بالمعلقة. معانا كده بصلتين كبار أو 3 وسط،
وهنقطعهم جوليان بالطريقة دي، ويكون الحجم بتاعهم رفيع جدا. الحاجات دي بتكون رفيعة لأنها مش هتاخد وقت على النار، فحاولي البصل يكون مقطعه جوانح صغيرة ورقيقة معاكي. ونبدأ كده نقلبه بالطريقة دي. كان معانا كده استوى، بس طبعا عشان احنا مولعين معلين النار على الطاسة، فطبعا الجناب بس هي اللي خدت لون، لكن هي زي ما هي ما فيهاش أي حاجة. اديها طبعا طعم الفحم، فحمة كده على البوتاجاز، ونزلنا عليها مع حبة من الزيت وهنغطي عليها. لو انت مش عندك ورق ألمونيا بنغطي عليها طبق يكون يعني يحبك عليها كده. لو ايه تستغنى عن الورق الألمونيا وتعمليها لو مش موجودة عندك، أو لو مش عندك يعني مقدرة انك تجيبيه. يعني نعمل كل حاجة من البيت. طبعا ده العيش من نص كيلو عملنا 19 رغيف، يعني احسبيها هتلاقيه انت وفرتي فلوس كتير. احنا قلنا حاجات اقتصادية على قد ما نقدر بنعملها في البيت عشان بس نقدر نوفر، يعني والظروف تحدي بينا. طبعا بعد 10 دقايق كده كانت الفراخ خدت ريحة الفحم وتكون جاهزة معانا. هنبدأ نقلبه كده مع بعض، وحاولي تسيبيها بس حوالي 10 دقايق ربع ساعة بس الفراخ تهدى. ما تحاوليش تحطيها في العيش وهي سخنة عشان العيش طري ما تعجنش معاك العيش. الحشو ده يرجع ليك انت، يعني طريقته ترجع ليك انت. تنزل كده بالفراخ بالطريقة دي. ممكن تحطي مايونيز او تومية، ممكن تضيفي جبن، اللي انت عايزاه بيرجع لك. لا وبعد لفة السندوتش نفسها كمان ترجع لك. احنا طبعا عملنا معاكي كام لفة بس عشان تاخدي فكرة، انت تختاري اللي انت بتحبيه واللي انت عايزة تعمليه واللي في معانا بالطريقة دي. وبعد كده هنعمل معانا كمان واحد بالتومية أو بالمايونيز، وهنبدأ ننزل معلقتين كده من التومية، ونبدأ ننزل بالفراخ. وممكن جبن، أنا عملت كمان سندوتشات بالجبن بس تقريبا نسيت أصورها. يعني الإضافات دي ترجع ليكي، عايزة تضيفي خضار، عايزة تضيفي أي حاجة، ده حسب رغبتك انتي وحسب اللي انتوا بتحبوه في البيت، على النار او في الفرن او على الجريلا اللي موجوده عندك. بتبدأ عايزه تحمريه وتخليه يكون ناشف بالطريقه دي، او في ممكن كميه تانية عايزاه بس يا دوبك ياخد لون خفيف ويكون طري معاكي. لا اللي بيحب الطري ولا اللي بيحب المقرمش، حسب ذوقكم انتوا وحسب حاجتكم انتوا. هتعملي كده احلى سندوتشات في البيت، يعني على قد ما نقدر تكون اقتصاديه. هنقول كده بالهنا والشفا، بالهنا والشفا للي كل، وبالهنا والشفا للي شاف، وبالهنا والشفا للي هيجربها ويقولنا رايه فيها ايه. هنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم. حاولوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب، اسم يومياتنا في المطبخ. مع السلامة، باي.